أهلا بيكم معانا. النهاردة بنفتح كلام في موضوع عميق شوية عن كتاب مهم جدا اسمه الجسد يتذكر The Body Keeps the Score. كتاب فعلا مؤثر. الكتاب ده يعني بيقدم فكرة ممكن تكون جديدة للبعض، إن الصدمات النفسية مش بس ذكرى وحشة في دماغنا، لا خالص. دي تجربة بتغير فعلا حرفيا في كيمياء المخ والجسم. هدفنا النهاردة نحاول نفهم ده بيحصل إزاي وإيه معنى ده للتعافي. بالظبط. المصادر اللي معانا بتوضح نقطة مهمة قوي. لما بنتعرض لتجربة مرعبة أو يعني ساحقة أكبر من تحملنا، العقل الواعي ممكن يحاول يتجاهل الموضوع، ينساه. لكن الجزء البدائي في المخ المسؤول عن البقاء زي الأميجدالا كده، ده مش بينسى الخطر. الجسم بيسجل، بيحتفظ بالصدمة دي. وساعات اللي بيحصل إن التجربة نفسها بتتفتت. تتفتت؟ إزاي يعني؟ يعني المشاعر اللي كانت وقتها، الأصوات، الصور، الأحاسيس الجسدية، كل ده ممكن ينفصل عن بعضه وعن سياق الذاكرة الأصلي. كأن كل حتة بتعيش لوحدها. تماماً، كأن ليها حياة خاصة بيها. وده اللي ممكن يفسر بقى ظواهر زي الفلاش باك، اللي هو الواحد بيحس كأنه رجع تاني لنفس اللحظة. بالظبط كده، بالظبط. ودراسات اللي استخدمت تصوير المخ وضحت ده بشكل مذهل. في حالة مشهورة بتاعت مارشا اللي بنتها توفت في حادثة. قريت عنها. وقت ما كانت بيجيلها الفلاش باك دي، مناطق الخوف في مخها، الأميجدالا، كانت بتنور كأن الخطر لسه حاصل حالاً. يا خبر! وفي نفس الوقت، ودي نقطة مهمة، منطقة اللغة في المخ اللي هي منطقة بروكا نشاطها قل جداً. عشان كده الإحساس بتاع مش لاقي كلام أو الرعب اللي ما يتوصفش. تماماً، هو ده بيسموه أحياناً الرعب الصامت. وفي المقابل بقى تلاقي مناطق معالجة الصور والأحاسيس، خصوصاً في النص اليمين من المخ، اللي هو مسؤول عن العواطف والتجارب غير اللفظية. أيوة بالظبط. نشاطها بيزيد جداً. يعني الشخص مش بيفتكر القصة بترتيب منطقي، لا، هو بيحس بأجزاء منها تاني، صور، مشاعر، أحاسيس جسدية قوية قوي. يعني المخ والجسم بيتفاعلوا كأن الصدمة لسه بتحصل. طب والمصادر كمان بتتكلم عن رد فعل تاني غير الفلاش باك ده، حاجة زي التجمد كده، الانفصال. صحيح، ودي نقطة مهمة قوي برضو. مش كل الناس بترد بنفس الطريقة. في استجابة تانية اسمها تبدد الشخصية أو depersonalization، الانفصال. الجسم من جوه ممكن يكون في حالة طوارئ قصوى، لكن الشخص من بره يبان هادي أو منفصل تماماً، كأن مفيش حاجة. إزاي ده؟ شفنا ده في حالة زي يوت اللي كانت في نفس الحادثة مع ستان. وقت ما استرجعت ذكريات الحادثة، المسح بتاع مخها أظهر انخفاض كبير جدا في النشاط في معظم المناطق. انخفاض مش زيادة زي في الفلاش باك؟ لا، انخفاض، كأن المخ بيعمل شت داون، بيطفي نفسه عشان يحمي الشخص من الألم اللي مش قادر يتحمله. وده بنشوفه ساعات في الناجين من كوارث كبيرة، يحكوا اللي حصل ببرود تام، كأنهم بيتكلموا عن حد تاني. بالظبط. طيب، فهمنا إن الجسم والمخ بيتغيروا، بس إيه اللي بيحدد رد الفعل ده؟ يعني ليه حد يحصل له فلاش باك وحد تاني يتجمد؟ وإزاي بقى نفهم طريقة تعافي من ناحية الجسم؟ هنا بقى بتيجي نظريات مهمة، زي مثلا النظرية المتعددة للعصب الحائر بتاعت ستيفن بورجس. بتقدم تفسير مهم قوي. سمعت عنها. بتقول إن جهازنا العصبي اللا إرادي عنده زي سلم كده للاستجابة للخطر. أول درجة وأحدثهم تطورياً هي التواصل الاجتماعي، إننا نلجأ لناس تانية، نطلب مساعدة، نطمن. لو ده فشل أو مش متاح، بننزل لدرجة أقدم شوية اللي هي المواجهة أو الهروب، الفايت أور فلايت. الجسم بيتجهز للمجهود البدني. تمام. لو ده كمان فشل، أو لو الشخص مثلا محبوس مش قادر يتحرك، بنوصل لآخر درجة وأقدم آلية دفاع خالص، اللي هي التجمد أو الانهيار، الفريز أو شت داون. زي إن الجسم بيعمل نفسه ميت؟ بالظبط. الصدمة بقى ممكن تخلي الواحد يعلق في درجة المواجهة الهروب أو درجة التجمد دي. حتى بعد ما الخطر يخلص، يفضل الجهاز العصبي شغال على نفس المود. وده يخلي الأمان في العلاقات حاجة أساسية قوي. يعني لو الشخص حس بدعم وطمأنينة من اللي حواليه، ده ممكن يساعد جهازه العصبي يهدى. أكيد جدا. الإحساس بالأمان مع ناس بنثق فيهم، ده هو مفتاح إعادة تشغيل نظام التواصل الاجتماعي وتهدئة الاستجابات التانية دي. بس المشكلة بتتعقد قوي بقى لو مصدر الأمان المفروض زي الأهل مثلا في الطفولة هو نفسه كان مصدر الخطر أو الإساءة.
ده بيعمل لخبطة عميقة جدا في قدرة الجهاز العصبي إنه ينظم نفسه ويحس بالأمان. وده طبعا يربطنا على طول بنتائج دراسات زي دراسة تجارب الطفولة السلبية الإيس ستادي، اللي وضحت العلاقة القوية جدا بين الإساءة والإهمال والفوضى في الطفولة بالظبط. وبين كمية مشاكل صحية ونفسية وسلوكية ضخمة جدا في الكبر، اكتئاب، إدمان، أمراض قلب، سكر. الموضوع طلع مش بس نفسي، ده بيولوجي كمان ومتشابك مع الظروف الاجتماعية. وهو ده اللي بيخلينا لازم نغير طريقة تفكيرنا في الصدمة، وبالتالي في التعافي. ما ينفعش نعتمد بس على الكلام، خصوصا لو منطقة اللغة في المخ أصلا متأثرة. صح، التعافي الحقيقي لازم يشمل طرق تشتغل على إعادة توصيل العقل بالجسم، تهدئة جهاز الإنذار الداخلي اللي شغال زيادة عن اللزوم ده. وده بيحصل إزاي؟ في مسارات بنسميها من فوق لتحت توب داون، دي بتعتمد على الوعي، زي زيادة الوعي الذاتي، ممارسة اليقظة الذهنية، المايندفولنس. اللي هي الانتباه للحظة الحالية من غير أحكام؟ تمام. وإن الشخص يلاقي كلمات آمنة يعبر بيها عن تجربته واحدة واحدة. وفي مسارات تانية بتقول عليها من تحت لفوق، اللي هي بتستخدم الجسم نفسه؟ بالظبط، بوتوم أب، دي بتشتغل مباشرة على تهدئة الجهاز العصبي من خلال الجسم، زي تمارين التنفس العميق مثلا، بتبعت إشارات هدوء للمخ، أو الحركة الواعية زي اليوجا العلاجية أو التايتشي. الحركة دي مش مجرد رياضة يعني؟ لا خالص، دي بتساعد الشخص يرجع يحس بجسمه ويتواصل معاه تاني بطريقة آمنة، يبدأ يلاحظ إشارات التوتر وإشارات الاسترخاء، بالتدريج يتعلم يطمن جهازه العصبي. حتى حاجات زي الإيقاع المنتظم أو اللمسة الآمنة من معالج متخصص ممكن تكون مؤثرة جدا. الفكرة الأساسية يعني إننا نساعد الجسم يتعلم إن الخطر خلص. بالظبط كده، وإن ممكن يرجع يحس بالأمان والسيطرة تاني. فعلا، الموضوع طلع أعمق وأعقد بكتير من مجرد قرار إن الواحد ينسى اللي فات. الجسم ليه دور أساسي في القصة كلها. بالتأكيد، الخلاصة من المصادر دي واضحة، الجسم مش مجرد حاجة بتتأثر بالصدمة وخلاص، لا، ده بيسجلها وبيحتفظ بيها وبيرد عليها. وعشان كده أي تعافي حقيقي لازم ياخد ده في الاعتبار، لازم طرق تعالج العقل والجسم مع بعض. الهدف النهائي هو استعادة الإحساس الداخلي بالأمان والسيطرة على النفس. تماماً. وده بيفتح سؤال أخير كده ممكن نفكر فيه. لو كتير من المشاكل اللي بنشوفها زي صعوبة التحكم في الغضب أو سلوكيات الإدمان أو حتى أمراض جسدية مزمنة، لو كل ده في أصله محاولات من الجسم إنه يتكيف مع صدمات قديمة متحلتش، هل ده ممكن يغير نظرتنا للمشاكل دي وللناس اللي بتعاني منها؟ يمكن يخلينا أكتر تعاطف وأكتر تركيز على إننا ندور على جذور المشكلة نفسها، بدل ما نتعامل بس مع الأعراض اللي على الوش. سؤال فعلا يستحق التأمل.